أهلا بيكم طلبة سنة تالتة إعدادي. هنكمل مع بعض النهاردة امتحانات حل امتحانات المحافظات لمادة الدراسات الاجتماعية ترم تاني عام 2023. النهاردة معانا امتحان محافظة الدقهلية. احنا عارفين ان محافظة الدقهلية حصل ان في تسرب للامتحان في الامتحان الأول، وده الامتحان معانا اللي هو امتحان التاني. في الامتحان التاني طبعا هو حاطط أسئلة بحيث تكون الإجابات طويلة جدا، بحيث إن الطلبة ما تاخدش وقت أو تفكر على طول، تجاوب على طول. تمام. وعامل الامتحان هنا بنظام زي نظام البوكلت اللي قال عليه وزير التربية والتعليم، اللي إن شاء الله هينفذه من السنة الجاية. نظام البوكلت يا جماعة علشان بس الناس تعرفوا، هو مش نظام او الناس متخيلة ان النظام البوكلت هو الاختيارات وخلاص. لا، هو نظام ورقة الأسئلة هي اللي هتجاوب فيها الإجابات بتاعتك. مفيش هيكون ورقة أسئلة لوحدها أو الإجابات لوحدها، لا، هتجاوب في نفس ورقة الأسئلة. ده بس هو نظام البوكلت اللي قاصد بيه وزير التربية والتعليم. عشان ما نضيعش وقت يلا بينا نحل الامتحان. أول سؤال عندنا في الجغرافيا بيقول: أمام خريطة صماء اكتب ما تشير إليه الأرقام الآتية. رقم واحد الراعي السائد، ومشاور لي هنا على وسط آسيا، طبعا ده الراعي البدائي. رقم اتنين الزراعة السائدة، ومشاور لي هنا على الشرق اللي هي دولة الصين، طبعا الراعي التجاري والعلمي. بعد كده أولى الدول إنتاجا للبوكسايت، طبعا استراليا، هو مشاور لي على استراليا هنا. وأولى القارات إنتاجا للطاقة النووية، مشاور لي على أوروبا، طبعا دي قارة أوروبا. السؤال الثاني: بما تفسر انكماش مساحة الحشائش بالسهل الساحلي في ألمانيا. هقول له بسبب إزالة الغابات وإحلال الزراعة محلها والتوسع العمراني عليها. اتنين: يعد البترول أهم مصادر الطاقة. هقول له بسبب ارتباطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات السياسية، وكمان يشكل مع الغاز الطبيعي 55% من الطاقة المستخدمة في العالم. تلاتة: انتشار مصايد الأسماك على سواحل أمريكا الشمالية. هقول له بسبب توافر المقومات الطبيعية والبشرية لتطور حرفة الصيد. تمام. بعد كده السؤال ج: ما العلاقة بين موقع البرازيل وفرنسا وإنتاج السكر؟ هقول له حيث يزرع قصب السكر في البرازيل لوجود الحرارة العالية والمياه الوفيرة، بينما ينمو أو يزرع بنجر السكر في فرنسا بسبب ملائمة ظروف المناخ والتربة الزراعية لزراعته. بعد كده الموارد الاقتصادية والأنشطة الاقتصادية بنيجيريا. هقول له تتنوع أو تنوعت الأنشطة الاقتصادية بدولة نيجيريا بسبب تنوع الموارد الاقتصادية بها، خاصة في الموارد الزراعية والموارد والموارد الغابية والثروات المعدنية والبترول. مع ذلك يعد اقتصاد نيجيريا اقتصادا ناميا يعتمد على الزراعة في المقام الأول. السؤال الثالث: المناخ وإنتاج الشاي في العالم. هقول له يحتاج زراعة الشاي إلى مناخ حار وهواء رطب ومطر غزير وتربة خصبة خفيفة، وهو ما يوجد في دولة الصين. بعد كده السؤال الثاني بيقول: صوب ما تحته خط. أكبر قارة في إنتاج الحديد إنتاجا للحديد قارة طبعا آسيا. أصبحت نيجيريا دولة اتحادية بعد استقلالها عن طبعا بريطانيا. تعد نقط أهم الموانئ الألمانية القريبة من بحر الشمال، طبعا دي هامبورج. بعد كده ثاني دول العالم إنتاجا للألبان الولايات المتحدة الأمريكية. هي أولى الدول طبعا الهند، بس هو مش طالب هنا أولى الدول، هو طالب هنا تاني الدول، فالولايات المتحدة الأمريكية. خمسة: القوى المحركة لحياة الإنسان في جميع مجالات حياته هو طبعا مصادر الطاقة. ستة: تعتمد المراكز الصناعية الحديثة في جنوب غرب آسيا على طبعا الصناعات البترولية، وقاصد هنا شبه الجزيرة العربية، طبعا بتعتمد على الصناعات البترولية بشكل كبير. بعد كده يا جماعة، ما النتائج التي ترتبت على يعد الغاز من مصادر الطاقة الأقل تلوثا والرخيص في العالم؟
طبعا أدى ذلك إلى توسع العالم في استخدام الغاز الطبيعي كبديل لمصادر الطاقة الأخرى. رقم اتنين، ممارسة الإنسان الأنشطة الاقتصادية عبر العصور. هقول له تطورت أنشطته إلى النشاط الصناعي المتطور، والذي يتركز في معظم دول العالم المتطور. بعد كده سؤال جيم، حدد الصناعة القائمة على المواد الخام التالية. المطاط طبعا يدخل في صناعة إطارات السيارات. بعد كده القمح، هقول له يعد الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم، حيث يصنع منه الخبز والمكرونة والحلويات. بعد كده عندنا ثانيا تاريخ. أول سؤال، تخير الإجابة الصحيحة من بين القوسين. رفع علم مصر فوق شبه جزيرة سيناء في 25 إبريل 1982 ما عدا طابة. اتنين، أعطى مؤتمر سان ريمو لبريطانيا حق الانتداب على فلسطين، وعقد المؤتمر بدولة طبعا إيطاليا، اللي هو مؤتمر سان ريمو بإيطاليا. تحققت أول تجربة عربية للوحدة العربية بين مصر وسوريا في عهد الرئيس طبعا جمال عبد الناصر. أربعة، أول الإنجازات التي صدرت بعد قيام ثورة يوليو 1952 في المجال طبعا هنقول له الاجتماعي، وهو قانون الإصلاح الزراعي. بعد كده سيذكر التاريخ وبكل فخر تضحيات وجهود الجيش المصري في قضايا كثيرة في ضوء العبارة أجب عما يأتي. الأثر الناتج عن عدوان 5 يوليو 1967، هقول له استيلاء إسرائيل على كل من قطاع غزة وسيناء حتى الضفة الشرقية لقناة السويس والقدس، وهضبة الجولان بسوريا والضفة الغربية لنهر الأردن. بعد كده دور القوات المسلحة في ثورة 30 يوليو 2013، هقول له تدخلت القوات المسلحة حفاظا على الأمن العام للدولة، ووضحت أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية للقوات المسلحة تجاه الشعب تحتتم الدول لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم، ودعت إلى إيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالح حقيقية لحماية مصر وشعبها. بعد كده يا جماعة فساد النظام الملكي على مصر قبل قيام ثورة يوليو 1952، هقول له بسبب استبداد الملك فاروق بالحكم وانتشار الرشاوي كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة. بعد كده ما رأيك في الدور المصري الذي تجاه القضية فلسطين خلال عام 1991 لحد 1993؟ هقول له دور عظيم، حيث شاركت مصر في مؤتمر مدريد للسلام لدعوته لحل الصراع العربي الإسرائيلي على ضوء قرارات الأمم المتحدة على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام. والنقطة الثانية، أيدت مصر اتفاقية أوسلو 1993 لأنها كانت تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية. طبعا ده بيدل على أن مصر كان لها دور عظيم. بعد كده السؤال الرابع بيقول لك أيد صحة العبارات الآتية. قيام الفريق سعد الدين الشاذلي بدور كبير في حرب أكتوبر 1973، هقول له طبعا كان له دورا عظيما، حيث شارك مع القادة العسكريين في تطوير القوات المسلحة وفي وضع خطة لعبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف، وقام بتنفيذها في حرب 1973. السؤال الثاني، حققت مصر أهداف عظيمة في مرحلة الصمود والتصدي، هقول له ألف معركة رأس العش، وفيها نجحت القوات المسلحة في هزيمة القوات الإسرائيلية عندما حاولت احتلال مدينة بور فؤاد. رقم ب، تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات بصواريخ البحرية المصرية في أكتوبر 1967. بعد كده يا جماعة تعددت ردود الأفعال العالمية بشأن قرارات تقسيم فلسطين. هقول له رقم ألف، العرب رفضت مشروع تقسيم فلسطين. بريطانيا امتنعت عن التصويت وأعلنت أنها ستسحب قواتها وتنهي انتدابها على فلسطين في 14 مايو 1948، بينما اليهود وافق على التقسيم، وقامت عصابات اليهود المسلحة بطرد العرب من ديارهم وارتكاب أبشع المذابح مثل مذبحة دير ياسين. بعد كده يا جماعة
بيقول هنا تعددت صور المشاركة العربية لمصر أثناء حرب أكتوبر 1973. هقول له حيث ساعدت بعض الدول مصر وسوريا دعم عسكريا وماليا مثل السعودية والجزائر، وأصدرت وزراء النفط العربي في اجتماعهم بالكويت على خفض الإنتاج البترول وحظر الصادرات النفطية للولايات المتحدة الأمريكية عندما طلب الرئيس الأمريكي مساعدات عاجلة لإسرائيل. سؤال ب بيقول ارتبط تطور دور المرأة في العمل الوطني بقضايا اجتماعية مرت بعدة مراحل. في دول عبارة وضح دور المرأة الرائد في المجالات المختلفة بعد ثورة 1919 حتى 1952. هقول له حيث شاركت المرأة بجانب الرجل في المظاهرات عقب نفي سعد زغلول في مارس 1919، وشكلت المرأة لجنة الوفد المركزية للسيدات 1920، وانتخب هدى شعراوي رئيسا لها. وآخر حاجة التحقت المرأة بالجامعة المصرية 1928. بعد كده بيقول لنا رقم 2 لمحمد علي وإسماعيل أدوار في تطور الحياة النيابية في مصر. هقول له حيث أنشأ محمد علي مجالس استشارية لا سلطة لها مثل مجلس المشورة والمجلس العالي، وأنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب عام 1866. بعد كده بيقول لنا في عهد من حكام مصر حدث الآتي: إصدار مجلس الأمن قرار 338 في أكتوبر 1973، طبعا ده محمد أنور السادات. 2 خروج آخر جندي بريطاني من فلسطين 1948، ده خلال حكم الملك فاروق. 3 تقديم روجرز مبادرة بوقف إطلاق النار، طبعا ده في عهد جمال عبد الناصر. بعد كده 4 تم إعلان فوزه بالانتخابات الحرة عقب إصدار دستور يناير 2014، ده المستشار عدلي منصور. طبعا في ناس كتير هتقول لا ده عبد الفتاح السيسي. بصوا يا جماعة، بيقول في عهد مين فاز بالانتخابات عقب دستور يناير 2014، يعني في عهد مين فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات. طبعا كان حاكم مصر في الوقت ده المستشار عدلي منصور، فهنكتب طبعا المستشار عدلي منصور. وبكده يا جماعة يكون انتهينا من حل امتحان محافظة الدقهلية. بالتوفيق للجميع، ويا رب يكون الفيديو نال إعجابكم، وشكرا لكم وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.